السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ معاكم خلود من قناة بلانر ادكت. وحشتوني بقالي فترة. غبت كده شهر يناير كله. بس ما كانش الشهر متظبط قوي، وكنت لسه بحط الاهداف والخطط، ويعني ما كانش فيه شوية استقرار في الاهداف بتاعتي، فما كنتش عارفة اصور. بس ان شاء الله رجعت لكم النهاردة بتخطيط شهر فبراير. الناس اللي اول مرة تشرفني على القناة، اهلا وسهلا بيكم. يا ريت ما تنسوش تدوسوا على زرار الاشتراك، وكمان فعلوا الجرس عشان ما يفوتكوش اي فيديو جديد انا بنزله. ويلا بينا نشوف هنخطط ازاي لشهر فبراير مع بعض. طيب انا هستخدم ايه؟ انا هستخدم بلانر نوتا بوك، والورق الداخلي من فايلوت ايف بلانر. كنا عملنا قبل كده البلانر سيت اب، وقلت لكم ان احنا هنستخدمه. ودي اجنده او نوت بوك عاديه جدا. انا الاجنده دي كنت جايباها من كام سنه كده، من حوالي 3 سنين، من مكان اسمه مكتبه اسمها بلو ستار على ما اتذكر، في المنشيه في اسكندريه. تمام. اول حاجه علشان ابتدي اخطط للسنه بتاعتي، اول حاجه خالص انا بحب ابتدي بالتقويم الشهري. احدد المواعيد بتاعتي واشوف انا التواريخ اللي عندي ايه. فانا بطلع الورق كده من الاجنده، وبشيل البلانر بتاعتي كده على جنب بره، وببتدي ان انا اكتب التقويم بتاعي. طيب انا بكتب التقويم بتاعي ازاي؟ انا شخصيا بحب قوي استخدم الكالندر بتاعت جوجل. هنا بيبقى فيها التواريخ كلها متسجله، ولو في اي حاجه بتتعاد انا بحب اسجلها هنا قوي، علشان تبقى يعني ابقى فاكراها على طول ومربوطه بالايميل بتاعي. هوريكم سريعا كده ازاي بسجل عليها اي حاجه، عشان لو حد مش عارف. بدوس هنا علامه البلس او الزائد، هكتب بس اي حاجه، هكتب مثلا كلمه ايفنت. هنا لو عايزه ريمايندر، لو مثلا ده مناسبه او عيد ميلاد وعايزاه يفكرني قبلها بيوم، فانا هقول ان الايفنت ده all day، انا عايزاه يفكرني طول اليوم. و هخليه ريبيت. هل المناسبة دي هتتكرر ولا لأ؟ لو حاجة تتكرر أسبوعيا، شهريا، أيا كان، أنا هكتب إن هي yearly، كل سنة فكرني بالتاريخ ده في اليوم ده. وهرجع كده تاني. هنا بيقول لي stop repeating، هنوقفها ولا لا؟ انا هقول له لا ما توقفهاش. اعمل لي ريمايندر ليها، تطلع لي نوتيفيكيشن بيها ولا لا، يا اما في نفس اليوم او قبليها. انا بحب دايما يبقى قبليها بيوم او 2 كمان. بس كده انا سجلته، هنا بيبقى مربوط بالايميل بتاعي، وبقول له اوكي خلاص، هو كده اتسجل اهو. ايفنت هيتكرر معايا كل سنه، فبالتالي اي وقت افتح فيه الكالندر بتاعتي بيبقى متعلم عليها، واليوم اللي احنا كتبناه بيبقى عليه نقطه كده صغيره، فاقدر ان انا ابقى عارفه ايه كل التواريخ اللي عندي مسبقا متسجله. انا هبتدي دلوقتي اسجلها على الورق وارجع لكم تاني. كده انا ابتديت اكتب الحاجات الاساسيه، دول كلهم اعياد ميلاد ومناسبات وهكذا. انا لسه لحد النهارده يعني وانا بخطط للشهر ما وريش مواعيد معينه، سواء دكاتره او تطعيم او اي حاجه تانية، خروج بره. فبالتالي انا مش هسجل اي مواعيد تانية غير مثلا اليوم اللي هروح فيه لوالدتي. انا بقى هبتدي اشوف انا ممكن اروح لها نفس اليوم، قبل اليوم، وهكذا. فعيد ميلاد مامتي يوم 8 في شهر فبراير، كل سنه وهي طيبه. ف ببتدي اوزع المهام او المواعيد الاول، وبعد كده بشوف لو انا خارجه او لا. انا لحد دلوقتي الشهر ده مش ورايا حاجه معلن عنها حتى دلوقتي، يعني لحد دلوقتي انا ما وريش ميعاد معين خارجه فيه، فبالتالي هسيبها كده. لو وريتكم هنا شهر مثلا يناير، عايزه اوريكم هنا مثلا الكالندر بتاعت يناير كانت عامله ازاي. الكالندر بتاعت يناير كان فيها حاجات اللي بالاسود متسجله من الاول. بعد كده ابتدى يبقى فيه حاجات تانية زياده اتحطت، ما كانش متخطط ليها من اول الشهر. انا هزود فيها ايه؟ هزود فيها كل يوم جمعه عندي امتحان ذات، فانا هكتبه هنا علشان ابقى عارفه ان ده ميعاد الامتحان بتاعي، فما احطش خروجات معينة او مهام معينة في الوقت ده، لان انا عارفة ان انا عندي امتحان. ده طبعا بالنسبة لي المواعيد اللي موجودة لحد دلوقتي. بعد كده بقى بنزين الصفحة وبنكتب لو في اي حاجة تانية، ونبتدي نشوف الخطوة اللي بعد كده. تاني خطوة عندي، انا هرجع ده خلاص كده مكانه.
طيب تاني خطوة هتكون ايه؟ هتكون ان انا هحط الاهداف الخاصة بالشهر ده. هجيبها منين الاهداف الخاصة بالشهر ده؟ انا بكتبها في الصفحة دي اللي هي your thoughts. هجيبها منين؟ هجيبها من الصفحة اللي انا كتبت فيها الاهداف الربع سنوية، يعني دي الصفحة بتاعت الاهداف الربع سنوية. هبتدي اخد منها الاهداف واحطها هنا، والصفحة دي هكتب فيها الكليننج سكادول. بمناسبة الكليننج سكادول، ودي النقطة اللي انا كنت عايزة اكلمكم فيها الفيديو ده، انا عاملة تحدي على الجروب بتاعنا على الفيسبوك الشهر ده. هيكون تحدي عن تنظيف البيت قبل رمضان، فعاملين كده بلان معينة للتخطيط بالنسبة للتنظيف، وهيبقى تقسيمه ازاي. تعالوا نكتبها مع بعض، لان دي من ضمن اهداف فبراير بإذن الله. الخطة هتكون عاملة ازاي او عبارة عن ايه؟ احنا هنعمل كل 4 ايام مكان معين في البيت هيتم تنظيفه. هنا التقسيمة على 5 اسابيع، فانا هقسمها برضو على 5 اسابيع. هضم يعني الايام مع بعض، وهكتب ايه اللي يتعمل فيهم. دي مش الخطة الطبيعية بتاعتي، لكن انا عاملة زي تحدي كده، ننظف الشقة كلها إجمالي بشكل تفصيلي شوية خلال شهر فبراير. فهنعمل ايه؟ ده البلان، لو حد عايز يعرفها ولو دخلتوا على الجروب هتلاقوها خلاص اعلن عنها، وهتعرفوا كل التفاصيل. من يوم 1 ليوم 4 هناخد مدخل البيت، من يوم 5 ليوم 8 غرفة المعيشة والصالون، من 9 ل 12 هناخد المطبخ، من 13 ل 16 غرف النوم وغرف الأطفال، من 16 ل 20 الحمام، ومن 21 ل 24 غرفة السفرة أو المكتب أو المكتبة، من 25 ل 28 أمام البيت والبلكونة، الملحقات بتاعة الشقة اللي بره البيت. هم هنا ممكن نقسمهم 4 أسابيع، أنا لقيت هنا إن هي 5. والشهر بتاعي لما كتبته في البلانر هنا متقسم فعلا على 3 4 1 2 3 4 5 على 5 أسابيع. فاحنا هنقسمهم بالشكل ده، فيلا بينا نقسمهم مع بعض. هقسمها على 5 أسابيع. مدخل البيت ده أول أسبوع، غرفة المعيشة تاني أسبوع، مطبخ وغرفة نوم ده تالت أسبوع، حمام وغرفة سفرة رابع أسبوع، 5 أسبوع أمام البيت من بره. تمام، يلا بينا بقى نجهز البلان بتاعتنا. انا كده قسمت التقسيمه بتاعتي خلاص. هزود بس في كل اسبوع مهمه الديكلاتر. الديكلاتر هنا معناها ايه؟ ان انا هتخلص من 15 حاجه بشكل يومي من كل غرفة أو من كل منطقة في مناطق البيت، علشان نقلل الكراكيب والدوشة والفوضى من كل مكان. أنا عارفة أن الرقم ممكن يبدو لناس كتير كبير، يعني إيه أتخلص من 15 حاجة؟ بس صدقوني لو عملتوا كده بيتكم هيبقى مكان أهدى، خالي من الفوضى بشكل حلو جدا. هيساعدكم أن انتوا يبقى بعد كده عملية الترتيب والتنظيف أسهل بكتير. فتعالوا نعملها مع بعض تشالنج الشهر ده، وتخشوا معانا على جروب الفيسبوك وتعملوا معانا التشالنج ده، هيفرق معاكم جدا. أنا هنا مش كاتبة ديتيلد للتنظيف، لأن أنا اوريدي عاملاها في ورق منفصل، وفي نفس الوقت هي موجودة على الجروب الفيسبوك، هتنزل بكل التفاصيل بتاعتها. فتابعوا جروب الفيسبوك وادخلوا فيه، هتلاقوا كل تفاصيل التحدي وكل منطقة بتتنظف ازاي. ده هيبقى موجود هناك. كده احنا خلصنا موضوع التنظيف هيتقسم ازاي. انا هزود بس اللوندري كل اسبوع، وكده تبقى خلاص انا جهزت القائمة بتاعت التنظيف بتاعتي. هنا هبتدي اكتب زي ما قلت لكم التفاصيل بتاعت الاهداف بتاعت الشهر. وهجيبها منين؟ هجيبها من الصفحه الخاصه بالمهام او الاهداف بتاعت الربع سنه بتاعتي. هكتبها برضو وهرجع لكم مره تانية. انا كده خلاص كتبت الاهداف بتاعتي. انا بقسم الاهداف بتاعتي طبقا للرولز بتاعتي. اي حد خد معايا الورشه هيبقى عارف التقسيمه دي كويس قوي. هنا الشاربينج رولز بتاعي هيبقى، او دور شحذ المنشار بتاعي هيكون ايه. عندي طبعا الصلوات في اوقاتها. ابتدي اتابع الدايت بلان بتاعتي، لان انا هبتدي دايت بلان جديده الشهر ده. اشرب 8 كوبايات ميه في اليوم. اظبط السكر بتاعي واتابعه. اقرا كل يوم.
على الاقل 15 دقيقه. انا بقرا اكتر من كده بس ده المينيمم بتاعي. المي تايم وهنا امشي كل يوم 30 دقيقه. وزاد اكاديمي عشان انا في المستوى الرابع من زاد، فعندي زاد دايما. التدوين اليومي، لان برضو دي حاجه من الحاجات اللي انا بحاول اكتسبها، عاده جديده بحاول اكتسبها السنه دي. والحمد لله انا يعني شهر يناير يعتبر سجلت عملت تدوين ليه كله، ودي حاجه مش قادره اقول لكم فرحاني قد ايه. يعني انا بدون في الاجنده بتاعت اسبيس، بصراحه حجمها بالنسبه لي عايزه اقول لكم مثالي بالنسبه لليوم كده، دي حاجه بالنسبه لي مثاليه جدا. فدي كانت من الحاجات اللي مشجعاني على التدوين بشكل يومي. دوري كأم بقى عندي اتابع السكول ابلكيشنز بتاعت تقديم مدارس ابني والمذاكره معاه. عندي الوقت القرايه انا وهو، والفاميلي تايم بتاع العيله كلها. هنخرج على الاقل مره في الشهر، يروح الحضانه بتاعته، هراجع معاه القران اللي هو حافظه، وهنقعد نكتب الحروف من حرف ال A to G، والنمبرز من 1 ل10 كتابه. هو لسه بيمشي على النقط يعني، مش يكتب. فيعني بنعمل حاجات زي كده. والاستادي هنا بيبقى فيه بقى حاجات كتير، ماتشنج وتوصيل وحاجات زي كده. هنا دوري كربة منزل وزوجة. هنا الكليننج سكادول مش محتاجة ان اكتبه تاني لان هو مكتوب هنا، وانا عارفة كل منطقة هعمل فيها ايه لان ده مكتوب في ورق لوحده زي ما قلت لكم. الفاميلي تايم بتاع العيلة كلها، الاس تايم ده بتاعي انا وزوجي، اللوندري الهدوم والغسيل والكلام ده كله. من المهام برضو اللي عندي الشهر ده زي ما قلت لكم الديكلاتر، ان انا عندي 15 حاجة اتخلص منها بشكل يومي. دوري كفاميلي ممبر او عضوة يعني في اسرة وصديقة، ان انا احاول اقابل صحابي مرة على الاقل الشهر ده، اكلم كل صحابي في التليفون واطمن عليهم. ده بيبقى بشكل دوري، ما بحددلوش ميعاد قوي بس يعني from day to day. اكلم مامتي يوميا طبعا وازورها، وازور ماي فاميلي ان لو اللي هم اهل جوزي، واكلم كل قرايبي اللي هم بيبقى صلة الرحم يعني، اللي هم بعاد عني مش بينفع الزيارة، خصوصا اللي في محافظات تانية او كده بيبقى ليهم مكالمة شهرية، فبنبتدي ان احنا نكلمهم. دي كده اهداف شهر فبراير بالنسبة لي. وهبتدي لو فيها حاجات تتقسم هنا هقسمها. انا هنا اللي بالنسبه لي هيتقسم على الجدول ده هو الكليننج. هبتدي اقسم بقى التقسيمه اللي انا قلت لكم عليها من يوم 1 ليوم 4. تنظيف ايه ده هكتبه بلون تاني مختلف عشان يبقى باين عندي في البلانر. انا كده بعد ما حطيت المواعيد بقيت عارفه ايه الايام اللي عندي فيها اقدر اعمل فيها التنظيف، ايه الايام اللي مش هقدر، زي مثلا اللي عندي الايام اللي هيبقى فيها زاد، الايام اللي هروح اليوم اللي هروح فيه لوالدتي. فهبتدي اعمل توزيع المهام بتاعه التنظيف على اليوم اللي قبله واليوم اللي بعد، علشان ابقى عارفه انا ايامي فاضيه ازاي. عشان كده بقول لكم اول حاجه دايما اعملها هي التخطيط ده. تعالوا نشوف بقى زي ما قلنا كده الخطه بتاعه التنظيف هتبقى واخده ايام ايه. اهو عندي مثلا من يوم 1 ليوم 4 ده مدخل البيت. انا مدخل البيت عندي مش هياخد كل الايام دي، فانا هحطه في اول يومين بس، وهسيب اليومين دول اشوف فيهم حاجة تانية. هنا كده كده اليوم ده بتاع الفاميلي وكمان زاد، فمش هزود عليه اكتر من كده. فانا هحط هنا كده بلون مختلف هنا اهو تنظيف مدخل الباب. هنا هعمل انترنس وهنا كمان انترنس. كده انا عندي اليوم ده بونص فاضي، انا ممكن اضمه يعني الايام اللي بعديها. انا هاخد هنا راحه عشان ده يوم العيله، ولو في حاجه من المهام اللي انا هعملها في ال4 ايام اللي جايين محتاجه فيها زوجي يساعدني فيها هخليها في اليوم بتاع الجمعه او السبت طبعا لان هو معايا جمعه وسبت. هنا انا عندي في ال4 من يوم 5 ليوم 8 غرفه المعيشه والصالون. فانا هبتدي من هنا من يوم 5. انا هبتدي من يوم 4 لان انا اوريدي زي ما قلت لكم ادخل البيت وعندي ما فيهوش حاجات كتير، فانا هاخد يومين بس فيه. فانا هاخد من هنا الليفينج روم. انا ما عنديش صالون، انا عندي ليفينج روم بس، فبالنسبه لي يومين برضو كفايه لان انا مش عندي كركبه كتير ومش عندي حاجات كتير. فانا هاخد اليومين اللي بعديهم في حاجه تانية، وهسيب اليوم ده علشان انا خارجه فيه هروح لوالدتي هسيبه فاضي وابتدي اخد اليوم اللي بعده. هنا عندي المفروض من يوم 9 ليوم 12 ده المطبخ، فانا عندي متاح لحد يوم 12 انضف فيه المطبخ. وانا بالنسبه لي عايزه الايام دي للمطبخ لان المطبخ عندي هو اكتر مكان محتاج تنظيف وترتيب كتير لانه بقاله كتير ما اتعملش. فانا هعمل من كل ده بقى الكيتشن.
هنا زي ما قلت لكم خارجه، فمش هحط تنظيف، هقوم حطاه هنا. نفس الكلام هنا، انا مش هحط في اليوم بتاع زاد علشان بحب يبقى فيه يوم العيله ما فيهوش تنظيف، ما فيهوش اي حاجه. عندي كمان لحد يوم 12 لسه كيتشن، فانا هستغل اليوم ده كمان في المطبخ. بعد كده عندي من يوم 13 ل 16 غرفه النوم والاطفال. هنا ده عيد ميلاد لكن انا مش هعمل فيه حاجه، فبالنسبه لي تمام ان انا احط فيه تنظيف. هنا اهو هكتب بدروم، هنا كمان بدروم، وهاخد اليومين التانيين دول لأوضة آدم. يوم هنا 17 هنا أنا هسيبه فاضي، وهبتدي أمسك من هنا. برضو دي مناسبة محتاجة تليفون، مش محتاجة مشوار همله، فبالتالي هحط هنا التويلت. أنا بالنسبة لي يوم واحد كافي بالنسبة لي للتويلت، وبعد كده هاخد 19. أنا معايا من يوم 21 ل 24 غرفة السفرة أو المكتب، فأنا هاخد هنا 19 الدايننج روم، الديسك بس مكتبي وادواتي. ممكن ناخد يومين كمان لان انا ادواتي كتير شويه، وهناخد يوم 22 المكتبه. اي اخر حاجه من 25 ل 28 خارج المنزل اللي هو البلكونه و قدام باب الشقه من بره. فانا عندي هنا ممكن اخد الجمعه السبت اجازه عادي، وهاخد يوم 26 هنا البلكوني. فانا كده خلاص قسمت اهو تقسيمه التنظيف على الشهر كله، فانا كده بقيت عارفه ايه اللي ورايا الجزء ده. انا مش هزود اكتر من كده في الفيديو ده علشان الفيديو انا عارفه انه هيبقى طويل شويه، فانا هقفل الفيديو على كده وهعمل لكم جزء تاني ان شاء الله، هوريكم اكمل فيه الجروسري ليست والميل بلان وازاي بخطط للوجبات وكل ده. اشوفكم الفيديو اللي جاي، يا رب يكون الفيديو عجبكم. لو عندكم اسئله سيبوها لي في الكومنت سيكشن تحت، واشوفكم الفيديو اللي جاي، استنوا. باي باي.